هاي الكيكة اعتمدوها لأول يوم برمضان، خفيفة وسهلة ونكهاتها منعشة كتير، رح تعجبكم أكيد. تابعوا الفيديو ويلا على الطريقة. خفقت بيضتين بحرارة الغرفة مع 3/4 كوب سكر لصار اللون فاتح. ضفت ملعقة كبيرة فانيليا وكوب حليب بحرارة الغرفة وربع كوب زيت، ورجعت خفقت كمان شوي. وهلأ رح أنزل النواشف ولازم تنخلوهم بالأول، وهم كوب وربع طحين وملعقتين كبار كاكاو خام وملعقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح. دهنت قالب الكيك بالزبدة ونزلت الخليط ورح أدخله للفرن. شغلته من الأسفل على الرف الوسط وبالحرارة 160 ل30 دقيقة. وبعدها عملت ثقوب بالكيكة. وهلأ رح أجهز التشريبة: كوب حليب وملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة كاكاو خام. شربت الكيكة فيها ورح أجهز لطبقة الكريم كراميل. حطيت بالطنجرة 3 أكواب حليب سائل و3 مغلفات كريم كراميل، حركتهم على البارد ورفعتهم على النار لغلو. حطيتهم بالخلاط مع علبة قشطة ونص باكيت بسكوت، ونزلت الخليط على الكيكة وتركته يبرد بحرارة الغرفة، وبعدها بساعتين بالثلاجة. وآخر شي زينت الكيكة بالهلال والنجوم مع رشة الكاكاو الخام. وطريقة الهلال والنجوم كتير سهلة، جيبوا أي ورق عندكم ارسموا عليه الأشكال وقصوهم، وبعد ما تحطوا الكاكاو على الأشكال استخدموا السكين لتشيلوا الأشكال شوي شوي وبدون ما يخرب التزيين. وهيك كيكتنا صارت جاهزة. اعتمدوها لأول يوم برمضان واستمتعوا فيها، ورمضان كريم علينا وعليكم وبالعافية.